يا دكتور انا خايفه ابني يتعقد بسبب باباه. انا جوزي متوفي ومش عارفه اعمل ايه، وخايفه ده ياثر على الولد بعد كده. بصي خلينا متفقين ان غياب الاب اكيد بيأثر على طفل، سواء بقى الغياب ده كان وفاه او سفر او حتى انفصال. انا اللي يهمني ان الموضوع كله هو ابنك، وازاي تطلعيه سوي نفسيا من غير اي مشاكل او عائق. بيني له قد ايه انت بتحبيه وحنينه عليه، وما تحسسهوش بالاسف ان بابا مش موجود. وبلاش بقى جو انا البيت وانا اللي بقوم بالدورين والكلام ده، هو ملوش دعوه. واوعي تدلعيه زياده عن اللزوم. يعني يا دكتور في الاول تقولي لي خليكي حنينه، وبعدين تقولي لي اوعي تدلعيه. لا استني عليا، في فرق بين الحنيه والدلع الزياده. خليكي حنينه على ابنك، والكلمه منك بتفرق. قولي له انت ظهري وسندي، لكن ما تطلعوش ابن امه. خلي ابنك يشيل المسؤوليه، ما تقوليش ده صغير لسه. ومش بقول لك نزليه يشتغل، يعني مثلا حبيبي تعالى شيل معايا دي، حبيبي تعالى معايا نشتري حاجات، واديله الفلوس وخليه يحاسب. واخر حاجه بقى حطي له حدود، وما ينفعش يتخطى. ومن الاخر يكون في قوانين واضحه، بس مش عشان تطلعيه راجل تضربيه او تعنفيه او تزعقي له او تكسري بنفسه، عشان كده هتكوني بتدمريه. خليكي دايما بين البنين، اللي هو شديده ومش شديده، لان بجد العيال مش ناقصه، وربنا يعيننا على الجيل ده.